الرحيم. متابعين عبر اللايف عبر المباشر عبر صفحة دوري المظالم هنا من داخل هذا الملعب الذي استضاف منذ لحظات قليلة شوط المباراة الثاني الذي انتهى بالتعادل 2-2. تقدم قوس بهدفين في شوط المباراة الأول، وفي غرف المغلقة تحدث عبد الرحيم سعد وتحدث حجاج الفولي، فأجرى 4 تغييرات متتالية في شوط المباراة الثاني. استطاع العودة من جديد لشوط ليخطف نقطة ثمينة في هذا اللقاء، رغم أن هذه المباراة تقام هنا في مركز مدينة مطاي ملعب نادي مركز شباب مغاغة. يعني في النهاية ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2. يرتفع رصيد نادي قوس إلى 8 نقاط، والنقطة الأولى لفريق مركز شباب مغاغة، وهناك القلوب والعقول معلقة في البحر الأحمر في استاد خالد بشارة. وحتى يعني هذه اللحظات النتيجة هي 2-1 لصالح مركز شباب مكادي. أستاذ مصطفى يعني عمر أبو زياد صديقي العزيز الذي شرفت بأن أكون متواجدا معه النهارده في صفحة دوري المظالم. الهدف الخامس الآن يأتي للنادي الأهلي زي ما بيقول لي كده الأستاذ مصطفى، ولكن في النهاية متابعين عبر اللايف وعبر المباشر لازم نكون منصفين. كرة القدم قد تفتح ذراعيها في يوم تغلق ذراعيها في يوم، وعلينا أن نتقبل في النهاية النتائج. في النهاية أنا في نهاية هذا البث الحي على المباشر على الهواء مباشرة قدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لمجلس إدارة نادي مركز شباب مطاي، وبنبارك لهم على الصعود بدوري الدرجة الثالثة، ونبارك للصعود لمركز شباب لنادي السلام بمدينة إسنا على الصعود أيضا، ونادي الغردقة أيضا على صعود دوري الدرجة الثالثة. متابعينا عبر اللايف وعبر المباشر شكرا جزيلا لحضراتكم، والشكر موصول للجميع زي ما ذكرنا لهنا في عروس الصعيد محافظة المنيا. تقبلوا تحياتي محدثكم عمرو الصاوي، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في دوري القسم الثاني إن شاء الله. تحياتي، شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عمر أبو زياد، وتحياتي عمرو الصاوي.